نقول لك انا عايشه هكاك باش نقول لك ماشي شنو ما قدرتش ننسى. كيفاش تفوت النهار؟ زعفانه دايما زعفانه، هذا باش تفوت النهار ما نعرفها علاش. هذا هو قلت لك تقول حياتي خلاص انت خلاص، قول مانيش عايشه في الدنيا وليت شنو يهضر معاها تزعل بزاف. هذه هي عاقبه حياتها هكذا. هذا 3 سنين مجازوا علينا. السلام عليكم. صافا كملي حتى هاك تشوف هاي يذبحوني قاعد يسبقوا فيا انا الاولى اللي ذبح دوك سماني بريت شوف هاودا هكذا ما نقدرش نرفدو هكذا ما يزيدش ما نرفد فراش ما نشر حوايج ما والو نخدم غير في الأخضر. وكيف وانت كنت كنتي كنتو فيها ذبحوها هي قبل. هما عادوا يخططوا في الباب وانا كي خفت على ولادي رحت للباب. انا وقفت على الباب وكسرت فوقي كسر الباب فوقي خرجني شدني منها وخرجي حبطني لبرا وذبحني كما كنتو قاعدين كما كنت تصور فيهم وذبحوني. بعد ولاد دخلوا ليهم هنا ذبحوهم وكسروهم معا ولاو خرجوا. كي خرجوهم راحوا انا سمعت باللي راحوا الكاميوات عندهم كاميوات عندهم كلش. سمعتهم كي ناضوا راحوا وليت شفت النار تشعل هنايا وليت ندخل تاكلني تخبيت من النار ومن بعد كي طفات هذيك النار وليت دخلت جيت نحبي وانا مذبوحه والدم خلاص لي. دخلت نحبي لقيت الدار سخونه ومن بعد رقدت في الكولوار هنا حتى جا وليدي نسمع الخبيط عقب هو شافني يحسبني ميته خطاني وعقب يزيد يحبس على الاخرين. من بعد انا درت له هكذا ولا قال لي يما ما زلتي حيه ولا جاو رفدوني داوني. هذيك هي خلاص نزلت وليت شت والو انا. هي كانت تحت طاح فوقها الفراش. هي الفراش بابا الله يرحمه كي دخلوا الشيخ باباها الشيخ كي دخلوا للدار وخلاص صدموا هما. الفراش كاين الفراش في الدار خباها تحت الفراش دار الفراش فوقها وزاد هو عليها. كي ذبحوا بابا الله يرحمه الدم تاع بابا كامل فوقها هي كامل ما شافوهاش تحت الفراش ما شافوهاش. كي خرجوا هما خرجوا راحوا كي خرجت جات ليا انايا الفوق جات ليا هكذا بالدم كامل هكذا.